السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بما أنه إحنا الآن في فصل الربيع الشهر الرابع، هو طبعا موسم الزراعة وموسم طيب، يعني الجو بيه طيب وأنه تنجح به زراعاتنا كلها. الخطوات الأولى بصراحة اللي مبتدئين واللي يزرعون واللي يحبون الزرع الداخلي، صراحة أكو بعض النصائح، مثلا أنه بهذا الوقت احنا نقدر نجذر بعض الأنواع من النباتات اللي هي تطلع جذور من خلال القوارير الماء، أو أنه نجذرها بالمي. وعندنا حلين، يا أما أنه من نتجذر نقدر نزرعها بتربة، أو نبقيها بهذه القوارير الزجاجية. هي بكل الأحوال منظرها حلو جميل بصراحة. ومعلومة إضافية أنه بالمي هي ممكن تبقى سنين طوال، يعني صراحة ما يأثر عليها أبدا، يعني ممكن نحتفظ بها لفترات طويلة. ممكن حتى تطلع لنا جذور داخلية وتكبر وتطلع فروع، وممكن ناخذ من عندها ونكاثر أيضا. فأبدا يعني إنه لا تخافون إنه هي من تبقى بالمي، بس إنه إحنا نبدل المي بين فترة أو أخرى، حتى يعني إنه لا يصير عندنا عفن وما تطلع لنا ريحة غير مرغوب بيها. مثلا أنا هنا عندي مجذرة هذا كف الوزة، شوفوا هاي مطلع عندي دفع جديد وهي بالمي. هذه عندي هذه متسلق اسمه المكحلة، والمكحلة طبعا بعدة أنواع وعدة ألوان. وهذا ممكن يعني أنا هنا مجذرة بهاي القارورة وبهذه القارورة. هذا ممكن إنه يعيش داخلي ويعيش خارجي. وبالمي إنه أيضا مثل ما قلت إنه ممكن يبقى لفترات طويلة ويجذر ويمتد ويطلع عندنا فروع جديدة يتكاثر، شي حلو جدا. أنا هنا عندي هذه كف الوزة أيضا. هنا عندي اللبلاب أنا مجذرته وهم صار له فترة، وإذا تريدون أيضا تحافظون عليه فترة أطول، دائما الجذور الداخلية اللي تصير وأحيانا تملين القارورة نقدر نقصها حتى يصير عندنا دفع ورقي، دفع أخضر، حتى تتنشط عندنا النبتة. هنا أنا عندي هذه النبتة، هي هذه ممكن تكون بالمي وممكن تكون بالتربة، اللي هي يسموها شو اسمها، نسيتها لعنة الله على الشيطان. اللهم صل على محمد وآل محمد. يسموها رأس الكوبرا أو يسموها زنبقة السلام. هنا هي بصراحة عندي هذا دفع جديد، لذلك نشوفها